السلام عليكم يا جماعة. الساعة 3:30، لسه باقي ساعة وربع على صلاة الفجر، وكل يوم في الموال ده سامعين الصوت في المنطقة. لسه باقي، احنا بنصلي ولله الحمد، احنا مسلمين وبنصلي، بس يعني ما ينفعش كده، ده ما يرضيش ربنا. مش قبل اذان الفجر بساعة دي جي شغال في المنطقة. بصوا المسجد اهو. انا جيت اشتكيت قبل كده للراجل بمنتهى الادب والاحترام وبرضه مفيش فايدة اهو. بص، عشان ده ما يرضيش ربنا. انا بصور عشان خاطر انا هشتكيك في الاسم. انا جيت اشتكيت بادب وباحترام قبل كده على الصوت ده. دي جي في المنطقه شغال، لسه باقي ساعه على الفجر. حرام يعني نتقي الله، ولا عارفين ننام، وعندنا ناس كبيره وعندنا ناس مريضه ما بنصدق ننام. انا جيت اشتكيت قبل كده بالادب وبالذوق وبرضه مفيش فايده. بعد اذنك الميكروفون معمول للاذان لو سمحت. لحد كان هنا والله ومفيش فايده. انا جاي اصور المسجد واصور المسؤول عن المسجد، لان انا هطلع على الاسم اشتكي، لان ده ما يرضيش ربنا. انا جيت هنا واشتكيت، انا ما اعرفش مين اللي قلت له. قلت لا، ما كانش حضرتك، كان حد تاني اللي موجود. لو سمحت يا حاج. طب ما انا مش كل يوم في الموال ده، ما انتوا بتتغيروا يا فندم، حضرتك بتتغيروا. هي حاجه معروفه بالعقل، انا ليه ازعج المنطقه كلها؟ ده ما يرضيش ربنا في اي شرع وفي اي دين. قبل صلاه الفجر بساعه اشغل دي جي بالشكل ده، اصحي 3:30 بالليل. حرام يعني، ما يرضيش ربنا من 3:30 بالليل يشتغل. طيب ماشي، بعد اذن حضرتك. ما هي من غير كلام يا فندم، من غير كلام، مش محتاج الكلام. انا ليه اشغل 3:30 بالليل ازعج الناس كلها؟ طيب حاضر، على راسي يا فندم، لان انا غلبت، انا استاذنت قبل كده. ملهاش علاقه يا فندم، ده ازعاج ما يرضيش ربنا حتى ولو قران. انا ما ازعجش الناس بالشكل ده. طب بعد اذنك لو سمحت الميكروفون بعد اذنك يشتغل للاذان. بعد اذنك انا بستاذن بالادب وبالذوق، بس عشان لو القرار الثاني انا هاخد الفيديو وهطلع على الاسم وهطلع على المديريه. انا ماليش دعوه بحد يا فندم، كل واحد مسؤول على منطقته. انا ساكن في وشك اهو، وعندي والدتي ست كبيره، وعندي ابنائي عندهم مدارس الصبح، ولا عارفين ننام ولا عارفين نرتاح. احنا ذنبنا ايه نصحى من 3:30 بالليل؟ اسمعني، انت مش سامعني. احنا ذنبنا ايه نصحى من 3:30 بالليل؟ ليه صحينا من 3:30؟ احنا مسلمين وبنقوم نصلي، نسمع اذان ربنا نقوم نصلي عليه. صور يعني انت؟ انا بصور لان مفيش فايده. انا بكلمك وانا في التصوير، ما بقولكش حاجه. انا بقول لك انت استاذنت، اجيت قبل كده وقلت. طب بعد اذن حضرتك انا بقول لك، ولو سمحت بعد اذن حضرتك الميكروفون يشتغل للاذان بس، ما يشتغلش من قبل الاذان. اديني بقول اهو بمنتهى الادب والاحترام. حضرتك زي والدي وانا بقول بمنتهى الادب والاحترام. خلاص، انا بصور عشان لو الموقف اتكرر تاني. انا هنا قدامك اهو. فين؟ في البلوك ده؟ بصراحة المصور عنده حق، لأن طبعا الراجل مشغل بتاع قبل الفجر بساعة، ودي فترة كبيرة جدا. الناس بتبقى نايمة طبعا، الناس بتقوم على الفجر عادي. هو مش حرام ولا غلط ان هو يقول ان هو وطي صوت شوية او خلي الحاجة تشتغل او القرآن ده يشتغل قبل الفجر بشوية. ده الفيديو اللي حصل، وده وصلت حد. ما تنساش عنه باللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد.